ناخذ اتصال من رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي للتعليق على ما تابعناه في حلقة هذا اليوم حول لقاء الأهلي بالرائد الأمير فهد بن خالد. مساء الخير سمو الأمير. هلا، مساء الخير اخوي. شاكرين لك على تواصلك الدائم. الله يحييكم. يبدو لك تعليق على ما تابعته خلال حلقة اليوم سمو الأمير، ما الذي تود أن تقوله حول ما تابعته؟ للرائد ركلتي جزاء، لكم هدف ملغي صحيح، هل هناك شيء آخر تجاوزناه مثلا أو تجاوز الحكم؟ لا، هو التجاوز موجود من مباريات سابقة خاصة الأخ علي المطلق. لكن أنا بحكي عن الحالة الأخيرة اللي ذكرها الأخ علي، وأن اللقطة ما هي واضحة. طبعا أنا أحترم الأخ علي وأقدره، لكن بكل أمانة أي تحليل لمباراة الأهلي لنا تحفظ كثير على الأخ علي، وهذا حق مشروع له وللقناة أيضا. أنا ما أقدر أحدد من اللي يحلل ولا كيف يحلل عموما. لكن خلينا نشوف الحالة. أنت نعم سمو الأمير، نرجع للحالة اللي هي حالة مهاجم الرائد. عموما أنا ما أشوف التلفزيون الآن، ما هو أمامي، لكن اللي أنا متأكد منه أنه في المباراة، وعندي شريط المباراة إذا كان القناة لا تملك، أنا موجود عندي، والخاصة أنها كانت مباراة حصرية كانت فيها أكثر من إعادة للحالة، وكانت مبينة للجميع أنها أوفسايد. وأظن كل من شاهدها سواء من محللين رياضيين أو حكام آخرين في وسائل الإعلام الأخرى، الجميع اتفق أنها أوفسايد قبل ما توصل الكرة إلى المسيلين. طيب، فأنا اللي أستغربه يعني أنه إصرار القناة أنه ما في إلا اللقطة هذه، وهذا ما هو صحيح أبدا. ثانيا أنا أتمنى من الأستاذ علي المطلق يعني أنه إذا لم تكن الحالة واضحة لا يتخذ قرار، يعني أو أنه يصرح بأنه ضربة جزاء. إذا ما أنت قادر تحكم على الحالة اللي إحنا في النادي الأهلي نطالب فيها وتحدثنا فيها من بعد المباراة على طول. طيب سمو الأمير، هو ما حكم على أنها تسلل أو لا، هو حكم على أنه هو المصيبة أنه ما حكم أنها تسلل أو لا، لأن الكرة من الأصل تسلل. لا، هو يقصد الكرة تسلل، يتوقف الشلوي بأخطائه في المباراة على حسب ما سمعنا أنه توقف. فلا بد يعني أنه إيقافه تم على أسباب واضحة، ومنها إلغاء هدف صحيح للنادي الأهلي. وكرة أنا ذكرت بعد المباراة مباشرة أنه كان ممكن يحتسب الحكم ضربة جزاء ويطرد فيها ياسر مسيلين، لكن الكرة من الأصل ما هي سليمة، الكرة من أصل فيها أوفسايد. طيب، أنا حكي للأمانة، أنا ما أحكي للأستاذ علي، الأستاذ علي قدره واحترمه، لكن أنا أقول لك إحنا في النادي الأهلي لنا تحفظ على تحاليل الأستاذ علي على مباريات الأهلي. لكن أنا حأحكي مع القناة، وكنت أسأل الأخ المعد قبل ما يحولني انه كيف اللقطات اللي احنا شفناها في المباراة ما عرضت اليوم، ولماذا؟ هذا علامة استفهام، كأكثر من علامة استفهام لنا على القناة الرياضية السعودية وبكل أمانة، وعلى النادي الأهلي، منها عدم نقل مباريات الفئات السنية، والآن اللقطات التحكيمية. وعموما حديثنا احنا ان شاء الله مع الامير تركي بن سلطان، لانه تعبنا بكل امانة من الامور هذه، ومباريات تنقل أندية منافسة، والأهلي بطل بطولة الأولمبي لا تنقل له مباريات. فأنا إن شاء الله لي حديث مع الأمير تركي، لكن أرجع على النقطة المهمة. احنا يسعدنا تواصلك سمو الأمير. قبل ما تحكم على الحالة رجاء تأكد منها من بدايتها، لأنه كانت واضحة إذا كان معد من أخطأ فهذا موضوع آخر. لا، احنا الآن بنحضر شريط المباراة وبنعود لها اللقطة كونها في آخر 3 دقائق من المباراة، يعني سهل الوصول لها. ولكن سمو الأمير يعني أنا لاحظ أنه تحفظك في كل هالمباراة على لقطة واحدة، يعني أنت يعني استثرت على لقطة واحدة، لكن الحالات الأخرى هل لك تعليق عليها؟ مثلا هدف الأهلي كان يعني فيه هدف الأهلي يعني أظن أوضح من يعني الشمس في رابعة النهار، يعني ما يحتاج له أي مجهود إضافي يعني. لكن المجهود الإضافي المفروض أنه يتخذ في الحالات اللي يكثر حولها الجدل، لأنه الجميع أظن اتفق على أنه هدف الأهلي صحيح، وأنه الكرة الأخيرة كان فيها تسلل واضح، إلا الأستاذ علي. الأستاذ علي ما قال أنها ما هي بتسلل، قال لا ما نرجع نفس المشكلة يا أبو باسل.
انا ارجع واقول انا طيب انت خلي الحكم سمو الامير لاخر الحلقه، احنا بنحضر شريط المباراه ونشوف اذا في زاويه اخرى للحكم على اللقطه. وايضا هناك مداخله بسيطه من الكابتن علي المطلق اذا تكرمت يعني وسمح لك او سمح لنا للوقت. تفضل كابتن. مساء الخير سمو الامير. هلا مساء الخير. طبعا انت من الرؤساء اللي طبعا دائما فخورين بهم طبعا. الله يحييك طول عمرك. ولكن انا يعني دائما يعني الاسبوع الماضي طبعا تحسس الاهلي منه بعرض الحالات بالنسبه للي يعرضها في الحاله. طبعا انا ما عندي تميز الحاله ولا حاله، انا هنا جالس احلل لقطات تحكيميه لتثقيفيه للحكام والناس اللي تشاهد هنا. ابوك في الجنه. نعم. ولكن انا الحالات اللي اختيرت كلها تخص نادي الاتحاد، الاهلي ما له ولا حاله في المباراه. هذه الحالات اللي عندنا ظهرت عندنا امامنا في المباراه، انا اللي تابع المباريات كلها. ولكن بالنسبه للحاله اللي تتكلم عنها، انا الان اتكلم عن حاله هنا ما ظهرت لي في التلفزيون الان، كيف احكم عليها؟ ولكن لو احضر الشريط الان واخذت اللقطه من البدايه راح اقول لك اذا في تسلل او ما في تسلل. عندي الشجاعه اني اقول ولا الاجراء هذا المفروض انه قبل ما ولا طبعا ممكن انها راحت على الاخوان، ولكن طيب ما عندي مشكله. انا مع احترامي الكامل وقسما بالله انا ارجع واقول احترمك واقدرك كحكم، الله يسلمك، ولا بيننا ان شاء الله يعني بالعكس. الامور هذه. لكن الاولى والاجدى كان قبل ما تعرض الحاله انه معد، انا اسف انه يتدخل يعني في امور مثل هذه، لكن انه كان الاجدى انه حاله عليها جدل انه يحاولون انه خاصه الجميع شاهدها في التلفزيون يعني. نعم. طبعا انا ارسل، انا اللي اخذ اللقطات وارسلها للتلفزيون، ولكن ممكن تعدي يعني الانسان اللي يعمل لازم يخطي، ولكن تاكد يا سمو الامير ان المعد انه لا يمكن يفوز زي هذه ممكن، ولكن ضغط المباريات 7 مباريات والمعد شغال فيها من بعد المباراه الى يومك هنا ممكن يتعرض الخطا. ولكن اوعدك سمو الامير نهايه الحلقه اجيب الحاله وان شاء الله تكون ان شاء الله قبل نهايه الحلقه. وانا اقول لك استاذ علي والاخ سليمان انه والله ما يدخلنا شك ان شاء الله ومتاكد انه ما في استقصاد مباشر للنادي الاهلي، لا نقول فيه كذا مباراه، يعني مباراتين اخيره الان الاتحاد والرائد الان. هذا طبعا الاهلي كيان، ما حد يستقصد الكيان، ولكن بالنسبه لنا احنا جالسين هنا نمثل الجميع، واتمنى ان شاء الله اني ما، ولكن انا لمست في الاونه الاخيره اللي يعني الاهلي هم حسوا اتاكد يا سمو الامير اني لا يمكن اجيب للاهلي واترك الاتحاد ولا الهلال ولا النصر، ان كلهم جميعا سواء الانديه الوسط او الانديه اللي في النص ولا الانديه العاليه طبعا. شكرا لك سمو الامير. شكرا.